السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا من روتينات روشا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة الكبد والقوانص. كل اللي داق الطريقة دي مني سألني عاملاها ازاي. بجد طريقة حلوة جدا. انا بجيب الكبد والقوانص هنا بغسلهم كويس وبقطعهم قطع صغيرة، وبحط بصلة على مادة دهنية، معلقة سمنة على زيت على النار، وبعدين بستنى تصفر شوية كده، وبقوم نازلة بالقوانص. بنزل بالقوانص الاول لان هي اللي بتاخد سوا، وبشوحها تشويحتين كده في البصلة. وبعد اما تتشوح بقوم نازلة بكوباية مية، لان لازم القوانص تستوي الاول لوحدها. او هنا خلاص اهي اتشوحت، وبنزل اهو بالمية، وبعدين نسيبها تستوي بقى براحتها خالص. وبنجهز البهارات اللي هنحطها عليها. هنا خلاص اهي دخلت على السوا، وبنقوم جايبين بقى البهارات. بيبقى فيها ملح، فلفل اسود، توم، كزبرة ناشفة، والسبع بهارات، والنص ليمونة دي هقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. بنركن بقى النص ليمونة على جنب، وبننزل بالبهارات كلها على القوانص. وبعدين بعد ما نقلبها بنقوم نازلين بالكبد، برضو مقطعة الكبد قطع صغيرة. اهو بننزل بالكبد كلها عليها. وطبعا هنا مش بنضيف مية، هي الكبد بتنزل ميتها وبتستوي فيها. بجد جربوا الطريقة دي، بيبقى طعمها جميل جدا. وبنكون هنا مقطعين فلفل رومي. عايزين تحطوا فلفل حامي بيبقى افضل طبعا، بيبقى طعمها احلى، بس انا هنا حطيت فلفل رومي بس. وبعدين نغطيها ونسيبها تستوي، متاخدش ربع ساعة. وهنا اهو اما بتيجي بقى تدخل على السوا، بنجيب نص الليمونة ونعصرها عليها. بتدي مزازة وطعم حلو جدا، وفي نفس الوقت بتضيع اي زفارة موجودة. وكده خلاص، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. بتبقى اكلة جميلة ولذيذة. وبنقدم جنبها رز ابيض وسلطة. بجد بيبقى طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت اكلة موفرة برضو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.